هلا انا الموضوع اللي عم بحكي فيه انه في الا للشباب، بالنسبه للشباب بلدنا انه في عم يصير الا. فشو انت بتوافقي انه الواحد يتزوج اكثر من تنتين او ثلاثه؟ هلا حسب شو السبب. هلا في احيانا اذا والله بس مشان المتعه والتسلايه اكيد لا. بينما مثلا تزوج مرته الاولى، مثلا صار خلاف واضطر ممكن مثلا مرته الاولى ما قدرت تجيب له اولاد ممكن، اما غير هيك ما بتوقع في سبب تاني ابدا انه يسمح له يتزوج. هلا انت يعني اذا اجاكي حدا متزوج بترفضي؟ تماما. يعني اذا اول شيء لاي سبب كان، الا اذا كان سببه مقنع ومرته رضيانه، بس غير هيك ولا يمكن، يعني اكيد لا. طيب ليش تكون مرته رضيانه مشان موضوع الظلم وما الظلم؟ هلا اول شيء بجوز هي رضيانه انه كمان هي حابه تشوف اولاده، بجوز ما بدها تظلمه معه. عرفتي شو؟ غير هيك ما في سبب مقنع، يعني غير شغله الاولاد ما في شيء مقنع. لا هو تحلل كمان، يعني رب العالمين لما حط هذا الشيء حط شروط انه انت ما بيسمح لك تتزوج بس كرمال المتعه، لا انت عندك سبب، زوجتك ما قادره تجيب لك اولاد، زوجتك ما موفاي حقوقك، وقتها انت بحق لك تتزوج. شكرا، يعطيك العافيه.